يا مساء الفل. عاملين ايه حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. تعالي النهارده في الفيديو كده مع بعض نتعلم نعمل ازاي العيش الفينو اللي انت شايفاه ده بالطريقه الناجحه دي، ويوفر عليكي كتير قوي انك تشتريه من بره، ويكون سهل معاكي قوي كل يوم تحطيه في اللانش بوكس لاطفالك، وحاجه مضمونه وعاملاها في البيت وسهله ومكونات موجوده في كل بيت، واعلمك التريكات اللي تخليه يطلع باللون التحفه اللي انت شايفاه ده. اول حاجه كده في بوله عندنا باكت من الخميره، والخميره لازم تكوني متاكده ان هي نوعيه كويسه، لان ده بيفرق قوي في العجينه وانها تطلع مظبوطه معاكي. هننزل عليها بقى ب3 معالق كده كبار من السكر، وده بيديله تسكيره جميله قوي، بيخلي الخميره كمان تتفاعل معاكي بسرعه وتخمر بسرعه. وده سر من اسرار ان العيش اللي بره بيكون فيه تسكيره حلوه كده وبنحب ناكله. هنزل بقى دي عندي كوبايه من الحليب الرايب. هو انا هستخدم 6 كوبايات من الدقيق، بياخدوا حوالي كوبايتين سوائل، يعني كوبايتين سوائل يزيدوا شويه يقلوا شويه، بس هما بياخدوا في الحدود دي. نزلت عليهم بقى بمعلقتين من الزبادي. انت ممكن تستغني عن الزبادي وتحطي معلقتين من لبن البودره، لو مفيش لبن بودره بتحطي زبادي. هنزل عليهم بقى بربع كوبايه من من الزيت او السمنه. عندي دي بيضه، ممكن تستغني عنها وتحطي معلقه من من بيكنج باودر. البودرة يعني هتدي نتيجة معاكي. انا بحط بيض عشان ولادي بياكلوه، يعني فيكون القيمة الغذائية بتاعته فيها فايدة كده وكويس يعني. هقلب بقى المواد السائلة دي كلها مع بعض كويس قوي لحد ما تتمزج مع بعضها كده. هاجي عندي المواد الجافة ده حوالي قلنا 6 كوبايات من الدقيق، يعني مسح كده، مش هرميين يعني. ممكن برضو تزيد معاكي في العجن يعني معلقتين 3 كده لو لقيتي العجينه طريه معاكي قوي في السوائل. هنزل عليهم معلقه صغيره من من الملح، وبعدين بقى هفتح دي من النص كده، وهنزل بالمواد السائله بس واحده واحده. دايما وانتي بتعجني اي عجينه انزلي بالسوائل واحده واحده لحد ما تشوفي هي هتاخد معاكي قد ميه، عشان تعرفي تتحكمي فيها، ما تبقاش هي اللي بتتحكم فيك. هحط بقى الكميه كلها وهبدا هعجن كده لحد ما المها كويس قوي. في العجينه ديت انا عايزه العجينه لا هي طريه قوي، معرفش يعني تكون بتلزق، ولا اللي هي قاسيه قوي، لا عايزاها برضو تكون فيها نسبه طراوه كده. كل ما بيكون فيها نسبه طراوه العيش الفينو بيطلع معاكي ما شاء الله طري، تحسي فيه ان هو طري وهش كده. وكمان تفضلي تعجني فيها حوالي مش اقل من 10 دقايق. لو عندك طبعا عجان الموضوع هيبقى اريح عليكي وهتخلص معاكي بسرعه. هي معني بعد ما لميتها وعجنتها حوالي يعني مش اقل من 10 دقايق كده، هلمها بقى كويس. شوفي ملمسها، يعني لو شفتي صبعي كده هتلاقيها بتلزق تلزيقه بسيطه كده، بس هي بقت ناعمه وملمومه يعني، بعرف اتحكم فيها. هحطها بقى في البوله كده وهدهنها وشها زيت، وهسيبها حوالي ساعه مش اقل من ساعه. نجاح العيش الفينو بيعتمد على انك تخمريه كويس في المرحله الاولى والتانية. اول مرحله اللي هو بيخمر فيها ديت بسيبه حوالي ساعه كده، او على حسب الجو عندك يعني، بس مش اقل من كده، لحد ما حجمه يتضاعف كده ويملى البوله. هسيبه ساعه، وبعد الساعه هلاقيه بالحلاوه دي ما شاء الله، الله اكبر يعني. صلي على النبي كده في الكومنتات علشان الخير يعم علينا كلنا كده وناخد الاجر. هبدأ بقى اقسم العجينة اللي قدامك ديت على 2، وهعين جزء منها لحد ما اقطع الجزء الاولاني عشان ما تنشفش معايا، يعني على ما اما اخلص ان هي ما شاء الله حجمها كبير. دول قلنا حوالي 6 كوبايات من الدقيق. هبدأ اقطعها بقى كور كده، مش صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، يعني انا عايزة الرغيف الفينو يبقى حلو كده زي اللي بنشتريه من بره، يعني تعرفي تفتحيه كده وتلاقيه محمل من جوه. هتكون بالشكل اللي انت شايفاه ده. هبدأ بقى اكورها كده الفها كويس قوي، وهسيبها حوالي يعني بعد ما اكورها كده ترتاح شويه، عشان لما اجي افردها تتفرد معايا بسهوله. هعمل الكميه كلها بالشكل اللي انتي شايفاه ده لحد ما اخلصها كلها كده. اقوم جايه واخداها على الصينيه، واخدها على جنب كده علشان اعرف افردها كويس. معلش بقى انا عندي برد في الفيديو ده فاستحملوني بقى، انا من الناس اللي اللي في الشتاء بيبقى عندي برد يوميا يعني. هجيب عندي بقى اي صينيه كده وادهنها. والتسوية على فكرة في الصواني الألمونيا بتكون أفضل من الصواني اللي أنا مستخدماها دي، بس أنا قلت استخدم الصينية ديت يعني حجمها طويل شوية عشان أخلص بسرعة. هجيب بقى كل قطعة من اللي أنا كورتها كده وأبدأ أفردها على شكل مستطيل كده، يعني مش هرققها قوي عشان يطلع معاكي مقلبس كده وشكله حلو زي اللي بنجيبه من الأفران. حاولي ما تفردهاش قوي
هو طبعا بعد ما بيخمر كده بيتضاعف حجمه وبيديك الشكل اللي انتي ايه عايزاه. هبدأ بقى الفها ايه رول كده، مفيش اسهل من لف العيش الفينو، يعني سهل اسهل من السهولة. هبدأ الفها رول كده، هاجي على اخر حتة واحاول اقفلها ايه باحكام، علشان لما يختمر معاكي ما يفكش منك، لان هو لما بيختمر وحجمه بيتضاعف بيبدأ ايه تحسي ان هو ممكن يفك كده. وهي هبدأ ايه اشبكها كويس قوي مع بعضها. هشيل الزوايد من هنا ومن هنا، وممكن ما اشيلهاش على فكرة، لما بيختمر بياخد الشكل الجمالي. هجيب في الصينية المدهونة سمنة او زيت، وهبدأ ايه ارص لحد ما اخلص الايه الكمية كلها. هفرد معاكي كمان واحد اهوت للتأكيد عشان تشوفي الطريقة ايه الصح. بنفس الطريقة هبدأ افرده بالشكل ده كده زي ما انت شايفة في الصورة كده. وبعدين برضو هقوم جاي ايه عاملاه رول كده، اقفله رول كده واحطه في الايه في الصينية، ولحد بقى ايه نهاية العجن كله همشي ايه بالطريقة ديت. الكمية دي عملت معايا حوالي 3 صواني ما شاء الله، يعني كمية محترمة، يعني 6 كوبايات عملوا معايا 3 صواني. طبعا الحجم اللي انت شايفاه ده بعد ما يختمر للمرة التانية سيبه حوالي نص ساعة في مكان دافي، هتلاقيه ما شاء الله حجمه تضاعف جدا وشكله بقى اشيك، يعني بقى مدي شكل العيش الفينو كده يعني. بعد ما هسيبه بقى حوالي ايه نص ساعة كده ويختمر معانا، هنيجي ايه هنعمل الايه الدهان اللي هنحطه على الوش. الدهان اللي تحطي على الوش ممكن تستخدمي بيض ولبن، او ممكن تستخدمي لبن وايه ومعلقتين من السكر بس. انا هنا مستخدمه خلطه جميله قوي. عارفه اللي هو الكراميل اللي بنعمله ايه الكريم كراميل اللي بتعمليه بنفسك على البوتاجاز ده، السكر اللي بتحطيه ايه لحد ما يكرمل ده، انا دايما عندي منه في التلاجة. نزلت بمعلقه منه على معلقه من الايه من الحليب، قلبتهم كويس مع بعض، وهي المعلقه الكريم كراميل دي اللي عطيله اللون البني ده بيخليه يطلع من الفرن ما شاء الله كانك حاطه عليه بيض، لان انا ما بحبش البيض بصراحه، بس ده بيديله اللون الذهبي. هتهنه كله بالشكل ده. طبعا لو انت حابه تحطي سمسم بتحطي. هدخله بقى الفرن على درجه حراره عاليه جدا وعلى فرن ساخن. هياخد معاكي حوالي ربع ساعه، كل صينيه هتاخد معاكي ايه الوقت ده. وتحطيه على درجه حراره عاليه، لان هي ما تحطيه على درجه حراره عاليه بيطلع معاكي هش. شوفي بقى الجمال والحلاوه، شوفي اللون التحفه اللي انت شايفاه ده من غير بيض خالص، بسبب الايه السكر والكراميل اللي احنا حطيناه. شوفي والله العظيم نتيجه ناجحه جدا، يعني ما شاء الله. ولا الريحه في البيت، اللهم صل على النبي بقى على ريحه المخبوزات في الشتاء كده وجمالها، وتحسي ان انت بتعملي حاجه بحب لاولادك كده. لو وصلت لهذا الحد صلي على النبي في الكومنتات، اوعي تنسي واعملي لايك حلو منك كده، وشيري بقى الايه الفيديو، وفعلي سر الجرس عشان الكل ايه يستفيد. ما تنسينيش بقى من دعوة حلوة. بحبكم ايه في الله كده يا حبايبي. قولي لي رأيك كده هستناه. شوفي ما شاء الله، يعني هو بعد ما لميته كله العجينة ناجحة 1000000%. بس كده سهلة.